السلام عليكم. خلينا متفقين ان احساس الامساك وان انت مش عارف تعمل حمام من اسوأ الاحاسيس اللي ممكن الانسان يحسها، من اصعب الحاجات اللي ممكن تحصل لك في يومك. لما الفضلات تتحجر بتبدأ المعاناة. في ناس بتصحى كل يوم وعندها إحساس تقل وانتفاخ وزنقة وعدم ارتياح، ده أول حاجة تحس بيها أول ما تصحى من النوم. في ناس بتدخل الحمام وتقعد وتطلع من غير نتيجة، في ناس تانية بتعيش سنين على ملينات وحقن شرجية ومش فاهمين ليه المشكلة مش بتنتهي، ليه الإمساك مش بيخف، ليه دايما مش عارفين يعملوا حمام كويس. الحقيقة إن الإمساك المزمن وتراكم الفضلات المتحجرة مش بس مشكلة بسيطة، دي معاناة يومية بتأثر على المزاج، بتأثر على يومك، بتأثر على التركيز، بتأثر على الشهية. نفسك تبقى مقفولة من الأكل، كاره تاكل، مش عايز تاكل، كل ما تاكل بطنك تتزنق أكتر، بتأثر على نومك، حتى ثقتك بنفسك. لكن السؤال الأهم، ليه بنعاني وليه العلاج ساعات بيجيب نتيجة وساعات ما بيجيبش نتيجة؟ خليك معايا علشان هتعرف الإجابة في آخر الفيديو. المريض بالإمساك بيحس بإيه؟ إحساس دايم بالامتلاء، عنده دايما انتفاخات، عنده غازات محرجة، عنده ألم أسفل البطن أو في المستقيم، ألم في البطن كلها، صداع وتعب عام، عنده قلق وتوتر مستمر، عنده خوف من الأكل زي ما قلنا. مع الوقت الفضلات بتفقد المية اللي فيها، بتتحجر بزيادة وتبقى أصعب في الخروج. يعني كل ما تأخرنا في علاج الإمساك كل ما زاد الإمساك. التأخر في علاج الإمساك معناه إمساك بزيادة. طب إيه أسباب المعاناة دي؟ أسباب الإمساك المزمن مش سبب واحد، عشان كده العلاج لازم يكون إن إحنا نعرف السبب الأول. أول ما تعرف الأسباب بتعالجه. عندنا 3 أسباب كبار بيعملوا الإمساك المزمن. أول سبب أسباب تكون غذائية، أسباب تكون في الغذاء وفي نمط الحياة، ودي أكتر مجموعة مهملة، ودي أكتر سبب كلنا مش واخدين بالنا منه. أكتر سبب أسباب في أكلنا وفي نمط الحياة زي إيه؟ قلة شرب المية، أكل فقير بالألياف، الإكثار من النشويات والوجبات السريعة، قلة الحركة والجلوس الطويل. عدم الحركة، قلة الحركة تقلل حركة قولونك، تقلل معاك الإخراج، يزيد معاك الإمساك على طول. تجاهل الإحساس بالرغبة في دخول حمام. من ضمن العادات الخاطئة إن أنت أول ما يجي لك إحساس بعمل حمام تتجاهله، تقول أنا مش هقوم أعمل دلوقتي، معناه إمساك ثم إمساك. أسباب وظيفية وحركية بسبب بطء حركة القولون، ضعف عضلات قاع الحوض، الإمساك العصبي، التوتر والقلق المزمن. عندنا ثالث حاجة أسباب مرضية أو دوائية. أسباب مرضية زي مرض القولون العصبي، زي ما اتفقنا إن احنا عندنا قولون عصبي بإسهال، قولون عصبي بإمساك، قولون عصبي مختلط، فاحنا عندنا قولون عصبي بإمساك شديد. قصور الغدة الدرقية، الأنيميا، الحمل. الحمل من ضمن أكبر أسباب الإمساك. بعض الأدوية زي المسكنات، حد بياخد حديد، بياخد كالسيوم، أدوية ضغط، ماشي عليها بانتظام، ما انتش عارف سبب الإمساك، بتلاقيه في الآخر هو أحد الأسباب اللي احنا قلنا عليها دي. طيب لو السبب لسه موجود يبقى أي علاج هيشتغل شوية أو هيشتغل بصورة مؤقتة وبعدين يفشل. طب نحمي نفسنا إزاي؟ الوقاية من موضوع الإمساك أهم من العلاج. اشرب مية كتير يوميا، ألياف طبيعية في الأكل، زود الخضار، زود الكوسة، زود الجزر، زود الألياف، زود الفاكهة، زود الشوفان. حركة يومية حتى لو مفيش رياضة. تثبيت وقت لدخول الحمام، مرن بطنك أول ما تثبت مواعيد أكل وتثبت مواعيد دخول حمام. تثبيت وقت لدخول الحمام من أحسن الحاجات اللي بتبدأ تظبط موضوع الإمساك معانا. ما تكتمش الرغبة في عمل الحمام، ما نكتمش رغبتنا في عمل الحمام. أول ما تجيلك رغبة في عمل الحمام لازم تخش تعمل الحمام على طول، تلبي نداء الطبيعة. العلاج عندنا بعض العلاجات الطبيعية وبعض العلاجات الدوائية.
العلاجات الطبيعية زي تنظيم الأكل، تنظيم مواعيد الوجبات، ألياف غذائية تدريجية، مية زائد حركة، قلل التوتر. تاني حاجة العلاجات الدوائية، الملينات. في عندنا حاجة اسمها ملينات حجمية بالك لاكزيتيفز، ديت ملينات بتزود معايا حجم البراز وتلينه فيسهل التخلص منه، يسهل دفعه، يسهل إخراجه. ملينات أسموزية، وهكتب لكم أمثلة ليها في الوصف. الملينات ديت بتشد المية من كل حتة حوالين القولون، بتلين الفضلات، بتسهل عملية دفعها وإخراجها. في عندنا كمان أدوية بتنشط حركية القولون، لكن لو سبب الإمساك هو بطء حركية القولون وهي ركود حركية القولون، دوت بيبقى المفتاح السحري في الأدوية اللي هي منشطة لحركية القولون، لكن كلها بتتاخد تحت إشراف طبي، لأن الإفراط ممكن يكسر القولون. الإفراط فيها التعود على المسهلات والملينات ممكن يخلي عندنا كسل في حركة القولون، فبتتاخد كلها بوصفات الطبيب، بتتاخد بإشراف طبي، بتتاخد لمدة معينة، مش عمال على بطال. هقول لك بقى على شوية أسئلة بتدور في بالك بخصوص موضوع الإمساك. هل الإمساك دهوت ممكن يعمل تسبب للجسم؟ هل الملينات بنتعود عليها؟ هل الإمساك المزمن دوت خطر؟ إمتى نقول لازم نروح لدكتور؟ هل كل إمساك سببه القولون؟ أول سؤال، الإمساك دوت ممكن يسبب تسمم للجسم؟ أيوه، تراكم الفضلات ممكن يأثر على الجسم كله وعلى حيوية الجسم كله. تاني سؤال، هل الملينات بنتعود عليها؟ بعض الملينات بيحصل عليها تعود لو اتاخدت لفترات طويلة أو اتاخدت بدون إشراف طبي. هل الإمساك المزمن خطر؟ أيوه، الإمساك المزمن ممكن يعمل شقوق وبواسير، ممكن يعمل شرخ شرجي. الإمساك المزمن ممكن يعمل بواسير، ممكن يعمل شرخ شرجي. طيب لو المستمر، طيب امتى لازم نتجه لطبيب؟ لو الامساك استمر اكتر من 3 شهور لازم تقييم. طيب هل كل امساك سببه القولون؟ مش كل امساك سببه القولون، ودي اكبر غلطه. الخلاصه بتاعتنا، الامساك مش عيب ومش ضعف منك ومش حاجه نستحملها وخلاص ونسكت، لا، ده رساله من جسمك لازم تعرف سببها، لازم تبحث عن سببها، لازم تعالجها من الجذور. عندنا بقى ملينات بقى زي ايه؟ في عندنا ملينات طبيعيه، ملينات طبيعيه موجوده في الاكل زي البرقوق، الحاجات اللي تحتوي على الياف زياده، البرقوق والقراصيه ديت، التين، الشوفان، نخاله القمح، بذور الكتان، الخضار الورقيه زي الملوخيه والسبانخ، كل ديت مليانه الياف وكل ديت امنه لجميع الاعمار. بنحتاج بعد ما ناخد الياف نزود شرب ميه كويس، يعني لو اعتمدت على التين او القراصيه او الحاجات ديت نحتاج نشرب ميه بعدها كويس. في اعشاب وزيوت طبيعيه زي السنامكي، زي زيت الخروع، الحلبه دي غنيه بالالياف الذائبه، اليانسون ملين خفيف، بس برضو كلها حاجات كويسه وامنه في الاطفال وامنه في الحمل والرضاعه. في بقى ملينات من السوق المصري، وفي ملينه زي ما قلنا بالك لاكزيتيف، وقلنا دي ملينات بتكتر كتله البراز وتلينه وبالتالي يسهل اخراجه. الماده الفعاله في حاجه اسمها السيليوم، امثلتها زي الميوكو فايبر، اجيولاكس، فايبوجيل، والحاجات ديت كلها كويسه جدا، امنه جدا، بس ممنوعه في انسداد الامعاء، وبرضه يرجى شرب ميه بنسب كبيره بعدها. يعني مثلا لما تاخد حاجه زي الاجيولاكس دوت تاخد كميه كبيره من السوائل بعدها، على الاقل 2 كوب ميه بعدها. ملينات اسموزيه، ودي قلنا بتسحب ميه للامعاء، تدخل الميه جوه البراز، تلينه وتسهل اخراجه. المواد ديت زي اللاكتولوز وده مشهور جدا، زي الدوفالاك، زي اللاكسولاك، البيك، بولي اسرين جلايكول، والمغنيسيوم سولتس، املاح المغنيسيوم، كل ديت حاجات بتسحب السوائل للامعاء وتلين البراز وبالتالي يسهل اخراجه. ملينات منبهه محفزه للقولون زي السنه، بيساكوديل، البيساديل، زي البيكولاكس نقط، زي السينا لاكس تابلت، زي زيت الخروع الطبيعي، كل ديت حاجات منبهه لحركيه المعده
لا تستخدم يوميا لأنها بتسبب كسل للقولون مع الاستمرار عليه. في ملينات ستول سوفتنر، ملينات ملينة للبراز ذات نفسه. المادة الفعالة دوكاسيت زي الإيجيكيوسيت، زي السوفتيلاكس كبسول، زي الكوليس كبسولات. كل ديت حاجات آمنة جدا، مناسبة بالذات بعد العمليات الجراحية وبعد عملية البواسير بالذات. في ملينات مركبة من أكثر من نوع، يعني زي المينالاكس. عندنا الياف زائد السنه، دول موجودين الاثنين مع بعض في حاجه اسمها الاجيولاكس، ديت برضو مركزه، تستخدم بحذر والفتره قصيره. الافضل دايما نبدا بالحاجات الطبيعيه، لو فشلت خش بالالياف الدوائيه، لو فشلت خش على الادويه. اي امساك مزمن لازم ندور على سببه، علاج السبب اهم من الادويه. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.